السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما لاحظتموه في عنوان هذا الفيديو، فإن الجزائر أو السلطات المحلية في الجزائر تصدر مرسوم إجراءات جديدة تخص بطاقات تعريف السيارات، البطاقة الرمادية قديما أو لاكارت جريز كما هو معروف بين الأوساط المحلية. الجزائر أصدرت هذه البطاقة البيرومترية، وهذا القرار من شأنه القضاء على ظاهرة السمسرة أو الوساطة التجارية في سوق السيارات. وبالتالي فإن من الملاحظ طبعا أن غلاء أسعار السيارات ربما سوف يشهد انخفاضا محسوسا، وبالتالي سوف تتغلب السوق الجزائرية عن سيطرة السمسرة أو السمسارين أو الوسطاء التجاريين على سوق السيارات. فهل بهذا الإجراء سوف نلحظ انخفاض في أسعار السيارات يا ترى؟